مقبولة منك. هو يراد لو واحد يقرأ عليه حتى يطيبه شنو؟ الشيخ أحمد إلا هو الوسيط بيننا نحن البشر، وهذا الكلام مو مني، هذا كلام فنان كبير تعبان على نفسه وإلى سمعته بين الناس، تارك أعماله الفنية ورايح يدعم الشيخ أبو شهاب، وأنتم من هاي وقيسوا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الكل يعلم الشيخ أحمد إلا هو الوسيط بيننا نحن الناس البشر وبين الإرادة الإلهية. من هذا الصعلوك ليكون وسيط بين الله وبيننا نحن البشر؟ أستاذ سامي ليش هالشكل بعد تاريخك الفني برخص؟ كنت أعتبرك مثقف ومن الممثلين الكبار، بس هسه نزلت من عيني. مع الأسف شلون تؤمن بهاي الخزعبلات وأنت أصلا ما تؤمن بالسحر؟ تؤمن بالسحر؟ لا. أؤمن بالسحر. أنا أؤمن بهذه الأمور وكل الناس يؤمنون بها. ما أؤمن بها. والله يا أستاذ سامي أنا على أبو العوز اللي خلاك توقف بباب هيك نماذج. انتبه على حج ثقب على أساس دا يعالج مريض، يقول له أكو ألم عندك براسك بعد؟ يجاوبه والله شيخنا شوية. يقول له لا تجاملني أبد بعد الألم؟ يجاوبه إي بعد شيخنا. يقول له يلا هسه يروح. ايش ترى جميل شعب يثق بهيك كلاوتشية؟ أنت راح تطيب هسه باللحظة. يلا انزل إيدي واقرأ سورة الفاتحة. أكو ألم عندك براسك بعد؟ إي موجود. من يروح منك قول لي. اكو عندك ألم بعد؟ ابد لا تجاملني ابد، شويه ما يخالف، من يروح منك قل لي. يلا ما يخالف، من يروح منكم قولوا لي. تاء ثاء جيم حاء، صل على محمد. هسه شلون صرتوا زينين بعد الالم؟ لا تجاملوني ابد، قولوا لي وين مكان الالم، لا تجاملوني. قل لي لا تجاملني ابد. الف لام ميم راء، الف لام ميم طاء سين يا سين صاد والقران ذي الذكر. بعد والله شيخنا شويه. هسه تروح مثل الورده، لا تروح اي دكتور ان شاء الله. الشيخ شاف روحه ما دبرها، قشمره ببوسه وفلت. النوبي يقول له لا تروح لاي دكتور. تخيلوا ينافس الاطباء، يقول يجوني مجبورين ويقبلون ايدي. مجبور يجي على شيخ احمد الوائلي، شنو الجبره؟ من يجي الدكتور يقول انا زوجتي تختنق المغرب، فلما خليتها اصبح عليها راسا انصرعت بالارض، وقد تحكي بلغه يهوديه، فلما عالجتها وطابت بقى مستغرب، كان قبل ايدي وقال لي والله هذا العلم هو الحقيقه. قلت له فعلا هو هذا العلم الحقيقي. يعني هسه الدكتور قبل ايدك، اوكي شيخنا راح اصدقك مؤقتا. صديقي دكتور اسنان اذا يجي واحد واقع سنه راح اخليه يدز عليك، وانت اقرا عليه وخليه ينبت سن بحلقه، واذا صدق نبت له سن انا انطيك ضمان دكاتره الاسنان يعزلون ويسوون كل عياداتهم افران ما الصمون. لا صدق يا جماعه، نريد نفتهم هو بشنو متفوق على الاطباء. يا اخي انت تكفيك بس الكي والابره والحبه والتدخل الجراحي، هاي 4 آلات عند الدكتور مو اكثر، مو كل شيء عند الدكتور. خل تفتهم الناس، خل تعلم الناس انه الدكتور عنده 4 آلات، انا عندي 6600 آلة. شوفوا بيش متفوق على الاطباء، عنده 6600 آلة والدكتور عنده بس 4 آلات. يعني الدكاترة يقضوها 6 سنوات بالكلية تعب، كل كتاب يدرسوه وزنه 4 كيلوات، وتالي يطلع عندهم بس 4 آلات. خوب ليش يدرسون ويتعبون يدخلون يمك تكية وانت علمهم على آلاتك البرمجية. لك شدع عليك هسه، شدع عليك. كون يصير بيك ناسور بواسير حتى تكشف الكل الدكاترة حتى يشوفوك الآلات شلونها، ورا ما يبنجوك بنج عام وتنام يظلون يشتغلون بكيفهم بالآلات ال4 ويستافون منك. لك انت بس ابو علي الشيباني صقارك، هو شيباوي بس اللي يقدر يدقرك. الروس يسمعوني أكثر مما يسمعني حكام العرب. عندك بقناتك شيخ احمد الوائلي، والله لا الا بضحك فضح، ما اخليك بعد تضحك على واحد. ما تقدر تعطي حقنة أنبا سليم حتى يصير شجاع. تكرمنا بسكوتك كافي. والله الا اثق بثقب، بس اقول له الكلمه هاي، اثق بثقب. لا كل عقله يتحدى ابو علي الشيباني، ما يعرف عنده سلاح اذا ضرب بيه يقعد على جبل قبيس. جاي هسه انت تريد تثق به؟ تعرف شيباوي شو يقول لك؟ يقول لك من هذا الذي يخوفني وانا لا اخشى حتى الجناني. حج ثقب يريد ان يثقبني ولا يعلم بانني الفاني. انا ابو علي الشيباني، تذكروا اني طورت السلاح الروسي وبوتين اجاني بنفسه وانا لم اذهب اليه.